تأهل فريق الكرخ لكرة القدم رسميا لدور النخبة الكروي بعد فوزه العريض على فريق صلاح الدين ب5 أهداف مقابل هدفين، ليعود الكرخ إلى دور الأضواء بقوة وبسرعة بعد مغادرته العام الماضي. دخل نادي الكرخ في مرحلة الضمان والأمان بالتأهل رسميا للنخبة الكروية قبل انتهاء المنافسة بفوزه على نادي صلاح الدين ب5 أهداف مقابل هدفين. بهذه النتيجة يكون ترتيب الكرخ بالمركز الأول ب11 نقطة، وميسان ب8 نقاط، وصلاح الدين بالمركز الثالث ب5 نقاط. الشوط الأول للمباراة كان لصالح نادي الكرخ لعبا ونتيجة، فقد سجل الكرخيون في الدقيقة 11 عن طريق عماد محسن، وأضاف عبد القادر طارق بطريقة رائعة في الدقيقة 29، فيما سجل صلاح الدين هدفه الأول عن طريق اللاعب محمد محمود في الوقت المحتسب بدل الضاع للشوط الأول. فريق عنده إصابات، عنده لاعبين محرومين، ولعبنا لاعب مدافع يسار ما توفق. المدرب سامي نور حاول أن يستدرك من المباراة، وحاول أن يزج اللاعب السوري محمد بشار. إن شاء الله نحاول نحقق نكسب النقاط الثلاث لتعزيز صدارة المجموعة والصعود إلى دور النخبة. الشوط الثاني لم يختلف عن سابقته، حيث تألق لاعبو الكرخ وأمتعوا عشاقهم بإضافة 3 أهداف مقابل هدف لصلاح الدين، لينتهي اللقاء بفوز عريض للأصفر الكرخ ب5 أهداف ضمنت له الوجود مع دور الأضواء الموسم المقبل. احنا المباراة حضرنا لها تحضير، يعني احنا غير ال3 نقاط قلنا، يعني سبق قبل الحديث قلنا ال3 نقاط هي أساس المفتاح للنخبة، والحمد لله الله وفقنا بها، حضرنا لها، وهذا هو حال كرة القدم. نتمنى الفرق اللي ما صعدت أن تتأهل يعني بالسنة المقبلة، وطموحها أنه يعود لدوري النخبة، وهذا يمكن ما حصل له. فريقنا أثر علينا المباراة السابقة أمامنا في مثلا مثل ما تعرف، أثر علينا العقوبة، لعبنا خارج أرضنا. نقطة واحدة هي الفيصل لنادي الكرخ للصعود لدور النخبة في هذه المباراة أمام الكرخ، ليتغلب ب5 أهداف مقابل هدفين لصلاح الدين. من بغداد، رعد الصياد، العراقية.